كيفاش تحافظي على البشره تاعك وتخليها قلوي ومنوره ومضويه ومفتحه، وكل المصطلحات اللي راكي حبيتيها بمنتوجات بسيطه بمكونات كاينه في كل دار. بروتين شهري تقدري ديريه يرجعك البشره تاعك تهبل. تبعي معايا اختاه الخطوات البسيطه. اول حاجه لازم ديريها هي انك تفتحي المسامات تاع وجهك بالبخار. البخار هو اللي يفتح لنا المسامات، يوجد لنا البشره باش تستقبل اي حاجه واي برودوي نحطوه فوقها باش تستفاد كامل الاستفاده تاعها. انا استخدمت هذه لاباراي باش نفتح البخار باش نفتح المسامات تاع وجهي بالبخار. اذا ما عندكش انت هاد لاباراي ديري طرشونه ولا سيرفيات ولا اي حاجه، حطيها في شويه ما دافي ولا يكون شويه سخون، بصح مش هذاك السخون لدرجه انه يحرق لك وجهك، وحطيها على وجهك هكا بالطبطبه حتى يتفتحوا المسامات تاعك وتكون واجده. واذا عندك لاباراي هذه استخدميها البخار لمده 20 دقيقه تقريبا باش تتاكدي المسامات تاعك تفتحت وراكي واجده باش تبدي الخطوات تاع العنايه. كنت شريت هاد لاباراي اللي تنحي الاوساخ والرؤوس السوداء من البشره، هايله البنات، شريتها ب120 الف من واحد لاباج، ما ندمتش عليها، هايله. هادي دوكا بعد ما فتحتي المسامات تاعك وبشرتك تكون مبلوله ديجا من البخار، تجي تستخدميها على البشره تاعك. فيها 3 ليمود، ليفتينغ، مويسترايزين، كلينزين، كل واحد للواش، واحد للترطيب، واحد لغسيل الوجه، وواحد للرؤوس السوداء باش تنحيها. تجي تابليكيها هكا على وجهك، تنحي الرؤوس السوداء وشوفي العجب اللي نحاتو، شوفي لي العجب وشوفي بشرتك كيفاش راهي تعبانه. هذا هو الروتين الشهري يعني باش ترجعي الحياه للبشره تاعك. شوفي الوسخ اللي نحاتو هذاك من البلاصه هذيك فقط. دركا جيت ندير ماسك البشره تاعي، درت الطين الابيض. الطين الابيض تجيبيه من عند اي واش يسموهم هذوك، عشاب ولا عطار ولا فهمتيني. المهم ونجي نديرو الماء تاع الزهر. انا نموت في ماء تاع الزهر اكثر من الماء تاع الورد. اذا ما عندكش ماء زهر تقدري ديري ماء تاع الورد، واذا ما عندكش ماء ورد تقدري ديري ماء زهر المهم حطيه لي وخلطي هذاك الطين الابيض بالماء تاع الورد ولا الماء تاع الزهر. اذا ما عندكش الطين الابيض ولا ما لقيتيهش عند اللي يبيعوا هذاك اللي قلت لك عليه عشاب ولا عطار، تقدري تبدليه ولا تستبدليه بالنشا. يعني هو مش حيعطيك هذاك الليف اللي يمدو الطين معليش يعني. واذا عندك طين ثاني لون اخر اخضر ولا ثاني استعمليه. هايل الطين الابيض البنات، ينور البشره، يضويها، يغذيها، يعاونك باش تخلصي من اثار تاع الحبوب. روعه روعه. حطيته على البشره تاعي تقريبا لمده 10 دقائق 20 دقيقه حتى نشف خلاص، وغسلته. ومن بعد جيت ندير الماسك. دركا واحد اخر درت نشا ثاني. هاي البنات كامل معروف في التبييض والتوحيد تاع البشره، وزدت له مغرف تقريبا تاع الحليب. ثاني الحليب مليح للبشره في التفتيح والتغذيه والتصفيه. وزدت له الالوفيرا. الالوفيرا تعاون بزاف مع حب الشباب، بزاف البنات اللي عندها حب الشباب عليها وعلى الالوفيرا. خلط هاد المكونات كامل مع بعضهم، ولازم القوام يجيك كما راني راح نوريلك دركا. شوفي القوام كيفاش يجي. تحطيه على بشره تكون نظيفه، يعني بعد ما غسلت انايا الماسك هذاك بالماء فقط، بشرتي راهي نظيفه نورمالمون. نجي نابليكي هذا الماسك نيميرو 2. هذا ثاني هاي البنات واحد البشره، يعاونك باش تخلصي من التصبغات من اثار الحبوب. روعه. نحطه على البشره تاعي ونخليه حتى هو حتى ينشف واحد 10 دقائق ولا، ونغسلو بالماء. ما تحكيش البشره تاعك، غسليها بالماء برك. وراه بعد ما غسلت هذاك الماسك نجي ندير واحد اخر. قلنا راهي عنايه شهريه اسمها ماسك وراخوه. درت مغرف تاع نشا وزدت له عصير تاع نص حبه تاع قارص. القارص تاني معروف بلي واحد البشره يفتحها، ينحي التصبغات، حروق الشمس، بطاطا كلش. خلط الماسك تاعي مليح مع بعضهم، ومن بعد جيت ابليكيتو على البشره تاعي. شوفوا القوام تاعو كيفاش لازم يكون، وتحطيه على البشره تكون نظيفه. يعني بعد ما غسلنا الماسك هذاك نجي نحطه على البشره تاعي ونخليه حتى ينشف. تستفاد البشره تاعي ماشي تاعو تستفاد البشره تاعي منه مليح. ومن بعد نغسلو بالماء ونجو نكملو. دركا نجي ندير الخيار هذه اسيس هزيتها من الكوريين.
روعة البنات، يغدي البشرة حتى هو ويرطبها ويخليها هادية وناعمة. قصي الخيار تاعك رقيق خلاص باش يلصق في الوجه تاعك، ومن بعد تحطيه على وجهك كيما هكا كيما راك تشوف في الفيديو، وتخليه بواحد 5 دقائق هكا حتى تشربوا البشرة تاعك، تولي البشرة تاعك ناعمة تقول بيبي اختي. من وراها نجي ندير الروتين تاعي اليومي العادي، نرجع نغسل وجهي بهذا الغسول تاعي تاع فلكس كير، يهبل البنات حتى هذا يوحد البشرة، فيه فيتامين سي وفيه العسل روعة. ومن بعد نجي ندير تونر تاعي هذا تاع ايفالوديرم، هذا ثاني يفتح البشرة يغديها ينحلك الاوساخ من الاعماق اختي. هذا هضرت لكم عليه شحال من خطره، يدير غير 45,000 ينظف لك البشره تنظيف. هذا البشره مختلطه البنات. ومن وراها نحب نرجع نزيد ندير الوفيرا ما نستغناش عليها نهائيا، فوائد تاعها لا تعد ولا تحصى اختاه. كي نقولك اشريها يعني اشريها مانيش نقصر. ومن وراها رطب الوجه تاعي باي مرطب عندي انا. هنايا درت كريم ليل باسكو راني في الليل هنا وراني نصور لكم في هذا الفيديو، وخدمت لكم في الليل باش تشوفوا وباش تعرفوا شحال راني نحبكم. قلت مادام ندير في الروتين تاعي لا ما نصور لهمش نفيدهم معايا باش نخلي لكم نتوما تاني البشره تاعكم تهبل وصافيه كيما تاعي، باش ما تقولوش راهي حرمتنا. وشوفوا لي النتيجه، بشره منوره جلوي تهبل. انا ثاني عندي الحبوب، عندي لي طراس تاع شويه حوايج، ماشي بشرتي بيرفكت لهذيك الدرجه، بصح ثاني يعني متهليه فيها. شوفوا كيفاش كانت باهته في الاول، كيفاش كانت كي كنت نح في الرؤوس السوداء، وشوفوا كيفاش ولات. راني ندير لكم الزوم القلب الحدث، لا فلتر لا زوج، بكل مصداقيه وشفافيه. تعرفي بلي العنايه هي اساس كل شيء. ومن وراها جيت درت المقشر الشواربي لازم اختاه. شوفي المقشر هذا خدمته وحدي في الدار، سكر وفازلين. الفازلين هذاك الاحمر، اذا ما عندكش الفازلين الاحمر ديري ملون غذائي. انا اختك درت ملون غذائي، واذا ما حبيتيش ديري ملون غذائي ديري هيك الفاسي روعه. ومن وراها ما نمسحو نجي ندير الماجيك جلوس ماجيك. تقولي لي علاه ديري جلوس ماجيك؟ نوريكم لاصيص تاعي. نحط الجلوس الماجيك نخليه حتى يبدل اللون تاعو خلاص. شوفوا اللون تاعو كيفاش يولي حامق. ساعات هكا كي تحطيه يقول يبان لك بزاف، تقولي هذا اللون ما نقدرش نخرج به، بصح لاصيص ماشي هنا. افتحي لي مخك شوي اختاه. لاصيص هو انك بعد ما تحطيه ويحمق اللون تاعو تجي تمسحيه مليح يبقى لك شغل تانت في شواربك، غير لون خفيف خلاص تحطي فوقه جلوس. هذا اللون ما يروح لكش 24 ساعه وشواربك ورديين يهبلوا يهبلوا. شوفي لي شحال هذا الجلوس تاع نور بيوتي نموت عليه، هذا ريحته شويه ديرونجيني مي هو نموت عليه. ومن بعد نجي ندير الروتين تاع شعري. ما حبيتش نكثر لكم ياسر، اذا حابين نتعمق لكم في الروتين تاع الدوش وتاع الشعر وتاع كتبوا لي في الكومنتات. وجيت هنايا درت البروشينغ لشعري وكملت كلش خصني. ودرت هذا اللي نديرو من ورا ما نبروشي شعري. وجيت تفحفحت وتعطرت كيما تقول الاخرى واش اسمها التعطر والتبخر. درت لكم هنايا شويه عطر، ان شاء الله تكون لحقتكم الريحه والعطور والبخور. وهذا ما كان، هذا هو فيديو اليوم. ان شاء الله نكون فدتكم ولو بحاجه قليله. ما تنساش ديري لي لايك واشتراك اختي في قناتي. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.